السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم الطبخ بكل بساطة. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحضر معكم كيك يومي ببيضة واحدة فقط، اقتصادي جدا، مكونات جد متواجدة في كل بيت، طبعا مع أسرار نجاح ديالو. السر هكا باش يجيكم منفوخ ومفشفش. كلشي غادي تشاهدوا معايا بأدق التفاصيل في الفيديو. كنتمنى فعلا أنكم تشاهدوا الفيديو حتى الآخر، لأنه أكيد فيه جميع النصائح باش هكا ينجح معكم الكيك ديالكم اليومي. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نشاهدوا جميع المراحل وكذلك طريقه التحضير وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. واول حاجه كناخذوا المول ولا اي مول اللي كان متوفر عندكم. وما ناخذيش هذا المول هذا عادي، راه كل واحد عنده متوفر في البيت ديالو. كندهنوا هكا بالقليل من الزبده، من الاحسن تكون الزبده احسن من الزيت. بهذه الطريقه هذه من بعد كناخذ الدقيق وكنرشو صافي، كنرش هكايا وكنفضوا مزيان من الدقيق في اناء. كناخذ قبصه من الملح وكنضيفوا بيضه كامله. وهنا من الاحسن البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، وبطبيعه الحال تكون البيضه اللي كتكون هكاك ببراشي شويه. كناخذوا شاسي ديال الفاني، كنضيفوا كاس من السكر سنيده او السكر الخشن. وهنا من الاحسن اننا زعما نضيفوا السكر اللي كيكون الحبيبات ديالو هكا رقيقه شويه، باش كيسهل علينا اننا نخدموه مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه. هانتوما كما كتشاهدوا معايا. الا كان عندكم السكر اللي كيكون غليظ او داك الحبيبات ديالو غليظه، من الاحسن اننا نضيفوه في الخلاط او نطحنوه هكا بالخلاط الكهربائي. كنضيفوا نصف كاس من الزيت النباتيه فقط. ثم كذلك ومثال كنبقى تنطرب مزيان هاد المكونات هذه غير بالطراب يدوي فقط. بامكانكم انكم تستعملوا خلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي اللي متوفر عندكم. كنضيفوا ياغورت ديال بنكهه الفاني، المهم باي نكهه نتوما كتفضلوها. وبامكانكم ديروا كاس من الحليب ممتلئ جيدا مقياس ديال العنبه. كذلك ومثال كنطربوا هكا هاد المكونات هادو. من الاحسن اننا نطربوا مزيان مزيان باش هكا الكيك كيتعاون كيجينا هكا خفيف اكثر. وهذا هو المكون الاول يعني اولا السر ديال هاد الكيكه هادي. كنضيفوا فلون العادي ديال الشينوا ديال درهم، كيعطينا مذاق اللي رائع جدا، وفي نفس الوقت كيعطينا لون اللي زوين بزاف كما كتشاهدوا معايا في الصوره. كنضيفوا الكاس الاول من الدقيق بقياس ديال العنبه. كنغربلوا مزيان المكونات، يعني الاسرار ديال لي كيك ديالنا خصنا النواشف كاملين اننا نغربلوهم. يستحسن اننا نغربلوهم حتى جوج ديال الخطرات، كان احسن باش كيعاون ان الكيك كيجينا خفيف اكثر ومهوي وكيجي معلك بطبيعه الحال. هذا السر الثاني ديال هذه الكيكه هذه. كناخذوا نصف كاس من النشا او المايزينا، هنايا تقريبا نصف كاس وشي شويه، المهم على حسب المتوفر اللي عندكم. بطبيعه الحال النشا كيعطينا قوام اللي زوين وكيزيد كيهشش لينا الكيك ديالنا. غادي نضيفوا جوج ديال الشاسي ديال خميره الحلويات او بيكين باودر بوزن 8 غرام لكل كيس، المجموع 16 غرام. كنضربوا المكونات هكا مع بعضياتها. عاد غادي نضيفوا الكاس الثاني من الدقيق وغادي ندخلوه مزيان مزيان. يعني هذا ماشي هو القوام ديال الكيك ديالنا المعتاد، طبعا كيكون ثقيل بزاف، ولكن غادي نضيف واحد المكون اللي كيخلي لنا الكيك ديالنا كيجي هشيش اكثر وكيجي القوام ديالو هكا خفيف. غادي ناخذوا الكاس ديال العنبه ديالنا، غادي نضيفوا نصف كاس من الماء اللي كيكون غليان تماما، هانتوما كما كتشاهدوا معايا في الصوره. صافي كنحركوا مزيان اولا كنخلطوا المكونات كامله هكا مع بعضياتها حتى كيتجانسوا لينا العناصر مع بعضياتها، وداك الماء كيدخل مزيان في الخليط ديالنا. شوفوا القوام ديال الكيك ديالنا كيرجع، يعني كيولي قوام اللي عادي كما القوام ديال الكيك ديالنا المعتاد. يعني حتى كنتحصلوا على بعض القوام هذا، ومن بعد ملي كنبقاو تنكتبوا 8 يعني ما كتختفيش دغيا دغيا كما كتشاهدوا معايا في الصوره. بهذه الطريقه هذه هنا يعني كتستغناو تماما على الخل، يعني هذا الماء هذا كيغنيكم عن الخل وكيعطي قوام اللي احسن وهشاشه اكثر. كناخذوا المول ديالنا كنفرغوا فيه الكيك ديالنا. بهذه الطريقه هذه من الاحسن اننا كنعليو يدينا من الفوق باش هكا الكيك ديالنا كيجي مهوي اكثر، وكذلك ومثال كيجي طالع. يعني هذه القضيه هذه يعني اعتمدوها في جميع لي كيك ديالكم باش كنعاونوا ان الكيك كيجينا منفوخ اكثر. صافي من بعد كنضربوا هكا فوق سطح العمل باش ما كيبقاوش لنا داك الفقاعات في وسط الكيك. وهنايا بالنسبه للطريقه ديال الطياب اللي الطياب عادي جدا. كندخلوا على نار اللي اولا على فرن اللي كيكون بارد، ماشي ضروري اننا نكونوا مسخنينه. المده ديال الطياب ديالو 45 دقيقه، النار كتكون مهيله
بنينه بزاف، والنار اللي كتكون غير من الاسفل ديالو فقط. هذه بالنسبه للفرن الغازي. وبالنسبه للفرن الكهربائي كندخلوا على الفرن اللي كيكون بارد 160 170 180 درجه على حسب كل وحده والفرن ديالها. النار اللي كتكون غير من الاسفل طبعا صافي من بعد 45 دقيقه كيكون واجد طيب من الفوق ومن التحت، ما تحتاجوش انكم تشعلوه يعني تحمروه هكا من الفوق. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا على الكيكه ديالنا. شوفوا معايا صافي هنايا من الاحسن اننا منين نخرجوا هكايا من الفرن نغطيوها هكا بواحد المنديل ونخليوها نيت في القالب ديالها باش هكايا باش كيولي كيرطب معنا الكيك، كيجينا هشيش كما كتشاهدوا معايا في الصوره بهذه الطريقه هذه. نتوما شوفوا الكيك كيجي خفيف بحال الريشه. صافي بالنسبه للتزيين كناخذ هنايا المربى ديال المشمش اولا العسل اولا الناباج اللي متوفر عندكم. صافي كندهنو بحال هكا الوجه ديال الكيك ديالنا، وكناخذ هنايا اللوز او كاوكاو افيلي اولا المهرمش اولا الفيرميسيل. المهم هنا التزيين كيبقى اختياري اللي متوفر عندكم. هنايا حتى حمرتو طبعا عاد كنزينو به هكايا الكيك ديالنا. بامكانكم انكم تستغناو على المربى تماما يعني في هاد الوصفه هذه. مثلا هاد اللوز افيلي اولا الكاوكاو افيلي، من بعد هكا ملي كديروا الكيك ديالكم هكا في المول كيكون مازال خضر، حتى الكاوكاو كيكون مازال خضر وكدردروه هكايا. ما كتحتاجوش انكم ديروا في هاد الطريقه هذه يعني كيخرج لكم طايب ناضي. كناخذ هنايا الشوكولاته السوداء من بعد هكا ما دوبتها. هنايا بالنسبه لي انا خديت 4 ديال المربعات ديال الشوكولاته السوداء فقط، كندوبوها في حمام مريم، كندير هكا في واحد البلاستيكه كنثقبها وكندير هكا خطوط اللي عشوائيه. كذلك ومثال بنفس الطريقه الشوكولاته البيضاء 4 ديال الشوكولاته ديال البيضاء صافي وكندوبها وكنديرها في بلاستيكه كذلك ومثال، وكندير هكا خطوط اللي عشوائيه. وهذه التزيين كيبقى اختياري، وكنضيف هاد الشوكولاته هذه اولا هاد الحبيبات ديال هاد الشوكولاته صافي كندير هكايا من الفوق. وهنا التزيين كيبقى اختياري، بامكانكم ديروا اي اضافات واي تزيين كان متوفر عندكم واي حاجه كانت متواجده عندكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. فعلا كيكه تستحق التجربه، اقتصاديه جدا، مكونات متواجده في كل بيت، خفيفه هشيشه منفوخه اسفنجيه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها تستحق التجربه. كيكه ديال ضيوف الغفله، ما تحشمكش ابدا مع الضيوف ديالك. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم خليو لي جيم وتابوناو وضغطوا على جرس التنبيه باش كيوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده. طبعا فضلا وليس امرا، غير باش تشجعوا نعطي اكثر واكثر من الوصفات السهله والسريعه. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.